لو عايز تاكل فطير تعال عند عم سمير. ايوه كده بالظبط، لو نفسك تاكل فطير تعالى عند عم سمير. ولو نفسك بقى تقعد قعده حلوه ودمها خفيف وتشم ريحه الفطير وهي لسه طالعه وسخنه من الفرن، يبقى لازم تيجي عند عم سمير بتاع الفطير. هنا القعده غير، تقعد تاكل وانت مرتاح والهوا بيهفهف عليك وتسمع صوت الفطير وهو بيقرمش في الطبق قدامك. وهو ده بقى الشيف أسامة، ايده تتلف في حرير بيعمل فطير كأنك في قلب الريف، وكل فطيرة بيحط فيها حب وبهجة وريحة سمنة بلدي تشهي. تعالوا بقى دوقوا طعم الفطير، وطعمه خطير ما شاء الله. انا دقت كذا فطيرة مش عارفة اقرر مين احلى من اللي قبلها ومين احلى من اللي بعدها. ما شاء الله كل الفطير طعمه خطير بجد. كل فطيرة يعني طعم غير التاني واحلى من التاني. في فطير حادق وفطير حلو وفطير بعسل قشطة سكر بودرة بالجبنة بالسجق اللي نفسك فيه، وكل ده بأسعار تفرح القلب قبل البطن. يعني لو بتدور على طعم زمان وقعدة زمان كلها دفى ولمة حلوة، يبقى تعالى عند عم سمير بتاع الفطير واحكم بنفسك. الفطيرة دي يا جماعة فطيرة ورقة رقة. ورقة رقة عبارة عن لحمة ستيك وتتبيلة ورقة اللحمة وفلفل ألوان. وشايفين يا جماعة قطعة اللحمة مفرودة ازاي وحلوة ازاي وكبيرة ازاي، من كتر حلاوتها الشيف كلها ما شاء الله جميلة. وبعد كده هيحط عليها سمنة بلدي، سمنة بلدي سمنة فلاحي فعلا يا جماعة، مش سمنة أي كلام، مش أي سمنة، لا سمنة بلدي فلاحي. بعد كده يا جماعة هيلف الفطيرة ويحطها في الفرن. الفرن كمان البلدي مش اي فرن، يعني ما شاء الله كله بلدي في بلدي وكله طعمه وريحة الفطير الفلاحي والسمنة الفلاحي. وغرقها بقى يا معلم سمنة بلدي. ده مش فطير وبس، ده فطير يتكتب له شعر يا ناس. دي مش اكل، دي تجربة روحانية، والريحة تشدك من اخر الشارع، والاكل يخلي رجلك تيجي لوحدها من غير ما تحس. وبجد لو ما اكلتش من عند عم سمير يبقى لسه ما جربتش الفطير. عم سمير بتاع الفطير اتدلع في كل لقمة. وهنا كان بيحضر الفطير عشان يخش الفرن ويعمل له باي باي لحد بقى ما نستناه يستوي. وتعالوا بقى دوقوا معايا الميكس الرهيب ده، لحمة كتير ودايبة في البق مع الفطير، طعمها خطير فعلا يا جماعة. الناس كلها منها محرومة. دوقي وقولي لي ايه رايك. وتعالوا بقى دوقوا معايا الحاجة رؤى اللي الناس كلها منها محروقة. ايوه فعلا اسمها كده، الشيف بيقول لي كده، بيقول لي تعالي دوقي الحاجة رؤى اللي الناس كلها منها محروقة. فعلا فعلا طعمها خطير يا جماعة. عليها على الوش سمنة بلدي وقشطة فلاحي. استنوا بس، دي مش اي فطيرة، دي فطيرة الحاجة رؤى اللي الناس منها محروقة زي ما قلت لكم. سمنة بلدي كتير، لحمة مفرومة كتير، قشطة بلدي تقيلة تقيلة يا جماعة. بس رغم ان هي تقيلة تدوقيها سبحان الله الطعم ما فيش اخف منه بجد. وكل واضرب يا معلم، الريحه تطلع تخلي اللي ماشي يعدي، والطعم يخلي اللي ما بيفطرش يقوم يفطر بدري. دي فطيره، لا والله دي اسطوره معموله. يعني لو عايز تعمل دماغ فطير هاتلك فطيره الحاجه رؤى وسيب الباقي على عم سمير بتاع الفطير. ويلا بينا بقى نولع الدنيا بترند دبي، فخامة الشرق الأوسط كلها في صينية واحدة. ما تقوليش كنافة وما تقوليش فطير، دي فطيرة اتولدت ترند من أول لقطة. خدنا الكنافة وحمصناها في سمنة بلدي سخنة وقلبناها بصوص الفستق ولونه الأخضر اللي يفرح العين قبل البق. ولأننا في ترند دبي يبقى لازم الفطير كله يبقى متغرق صوص شوكولاتة وشوكولاتة بيضة. شايفين يا جماعة الصوص البيستاشيو تقيل ازاي؟ تقيل يا جماعة ومركز والله، مش صوص بسلة، لا صوص بيستاشيو أصلي. يلا يا جماعة بص، حشى الفطيرة وهيعملها رول وهيحطها في الفرن ويقول لها باي باي زي ما احنا عارفين. عايز فطير حادق فطير حلو هتلاقيه عند عم سمير بتاع الفطير. هناك يا جماعة هتلاقوا جميع الأذواق، فطير حادق فطير حلو، القعدة حلوة، المكان دافي، تحس ان انت قاعد في بيتك، في بيت جدك، في بيت عمك. ريحة السمنة البلدي طالعة لحد اخر الشارع، كأنك قاعد في قلب الريف بجد حرفيا. انا رحت هناك انا وولادي اتبسطنا جدا جدا يا جماعة. غير الشيف أسامة ما شاء الله تسلم ايديه في كل الفطاير، عاملها على اعلى مستوى بجد، عجباني جدا وتسلم ايديه. التجربة حلوة جدا، الفطير حلو جدا، سواء ورقة اللحمة سواء الحاجة رؤى سواء ترند دبي، كل ده عجبنا يا جماعة. وشقلب وقلب يا معلم وحط في الفرن زي ما انتوا شايفين ما شاء الله
عنده مهارة عالية جدا في مسكة العجينة ومسكة الفطير، وبيخرقها بقى من فوق سمنة بلدي، بيطبطب عليها كأنها زي ابنه بالظبط. هو بيحب شغله يا جماعة، وفعلا بيتقن فيه، يعني مش بيعمل كده وخلاص، لا هو بيحب شغله وبيتقن فيه، فهو فعلا بيطلع احسن نتيجة للفطيرة. فدوقوا الفطير من الشيف أسامة ومن عند عم سمير بتاع الفطير، صدقوني مش هتندموا. حاجة كده ما شاء الله، قرمشة خرمشة، حاجة كده فوق الخيال. سمنة بلدي فلاحي، الحاجات متكلفة صح ومعمولة صح وجودة عالية، مش أي كلام، يعني مش لحمة مستوردة ولا حاجة، لا دي لحمة بلدي، سمنة بلدي، بيستاشيو أصلي. كل الجودة هناك، كل المنتجات هناك جودة عالية جدا، شوكولاتة جودة عالية، كل حاجة على أعلى مستوى، على أعلى حاجة. وكل ده زي ما اتفقنا بأسعار تفرح القلب قبل البطن، يعني انت مش هتدفعي كتير ومش تكلفي كتير، وفي نفس الوقت هتتبسطي بقعدة وجودة وطعم وريحة زي ما انت شايفة كده بالظبط. بجد كل حاجة بتتكلم عن نفسها، حاجة فوق الروعة فوق الخيال. تعالوا بقى بينا هناخد الفطيرة عليها الشوكولاتة وعليها الصوص الشوكولات الأبيض، ونقعد بره بقى في الجو الرائع ونتمزج بأحلى فطيرة ترند دبي. بصوا يا جماعة ما شاء الله، كل حاجة بتبظ من كل ناحية، حاجات متكلفة، حاجات متغرقة، حاجات ملظلظة وبتبظ من كل حتة. تسلم ايد اللي عملها، وشكرا يا عم سمير يا بتاع الفطير على كل حاجة حلوة عندك. تعالوا بقى نضرب الفطيرة دي ونقول رأينا ايه. طعمها يا جماعة ما شاء الله، اللهم بارك، بجد دقتها ما شاء الله، مش عارفة ادوقها، كل حاجة بتقع منها. يعني بصوا حتى في ايدي الشوكولات قد كده في ايدي، مش عارفة يعني شوكولاتة هنا وشوكولاتة هنا، حاجة يعني فوق الخيال، بجد متكلفة وتحفة يا جماعة. يعني ليك مزاج تاكل فطير، روح عند عم سمير بتاع الفطير. يعني فعلا لو ما اكلتش من عند عم سمير يبقى لسه ما جربتش الفطير.